مساء الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم ولقاء جديد وبرنامجكم ايد واحده. طبعا احنا من خلال البرنامج بنستعرض مع حضراتكم موجودات وزاره الداخليه في كافه مجالات العمل الامني والانساني والاجتماعي. ضيف الكريم السيد اللواء الدكتور خالد مصطفى ادريس، مساعد مدير امن كفر الشيخ سابقا، عضو هيئه التدريس باكاديميه الشرطه والجامعات المصريه. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. عايز اتكلم في البدايه تنفيذا لتعليمات القياده السياسيه بتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتوفير كل ما يلزمه من احتياجات لكافه المواطنين من كافه السلع، وايضا التخفيضات الكبيره اللي بيحصلوا عليها من خلال هذه المنافذ او عبر منافذ وزاره الداخليه، وايضا المنتشره على مستوى الجمهوريه من خلال مبادره حياه كريم. اهميه او ايضا هناك الكثير من المبادرات زي مبادره كلنا واحد. ايضا أهمية هذه المبادرة لتوفير كل ما يلزم المواطن من احتياجات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا دلوقتي حاليا في المبادره 28 من مبادره كلنا واحد اللي وزاره الداخليه تبنتها من 30/6/2018. المبادره دي بتقوم على اساس توفير السلع باسعار مخفضه للمواطنين بتصل لنسبه 20 و30%، تحقيق التوازن بين السلع الاحتياجات المواطنين في السلع الاسعار اقل من اسعار السوق، منع الاحتكار، القضاء على كافة أشكال الغلاء اللي بيحاول من خلالها بعض المستغلين ان هم يستغلوا المواطن. فالحقيقة ان المبادرة ديت مبادرة عظيمة بتوفر الكثير من السلع الغذائية والسلع المعمرة للمواطنين بأسعار مخفضة يمكن للمواطن ان هو يحصل عليها من كافة الأماكن اللي موجودة واللي منتشرة على مستوى الجمهورية وفي كافة الأنحاء. إذن هذه الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية إلى جانب أيضا البعد الأمني. أيضا بنتكلم عن يعني حجم هذه المبادرة والجهد المبذول من قبل وزارة الداخلية والتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية لزيادة المعروض من السلع. في الحقيقة أن المبادرة لما بدأت في 2018 كانت وزارة الداخلية تبنتها بنفسها وقامت بتوزيع السلع من خلال منافذها أمان وغيره، محاولة أن هي تخفض أسعار السلع. المهم فهذا أشجع الكثير من سلاسل المتاجر ان هم يتعاونوا مع وزارة الداخلية في المبادرة، وبدأوا ان هم ينزلوا اسعار السلع اللي عندهم مساعدة للمواطنين وتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الاحتجار والتجار الجشعين في محاولة لتنظيم العملية الأمنية الغذائية على مستوى الدولة. طبعا الكلام ده كان في الكثير من السلاسل اللي بدأت تتعاون مع الوزارة، والوزارة كل فترة بتعمل اجتماعات ولقاءات معهم وبيتم تحديد أسعار السلع وإمكانياتهم إن هم ينزلوا أسعار السلع، وبتتكلم معهم عن كيفية التعامل مع المواطن ورؤية الدولة نحو الأمن الغذائي. يعني مثلا يا فندم لما بنستعرض مع حضرتك المنافذ المشاركة في مبادرة كلنا واحد، 2642 منفذ على مستوى الجمهورية، 160 شادر رئيسي وفرعي، و107 قوافل متنقلة بتجوب الشوارع والميادين، وأيضا 1350 منفذ ثابت ومتحرك ومنافذ أمان. مردود هذا التوسع في المنافذ على المواطنين. في الحقيقة طبعا هو المبادرة الأساس بيها هو مساعدة المواطنين وتخفيف وكاهل عليهم الأسعار الغذائية وتنزيل من ثمنها على قدر الإمكان. فوجود المنافذ ديت هتسهل للمواطن. تعرف حضرتك ان احنا طبعا في اماكن بعيده زي ما قلنا، في مثلا في اماكن فيها في بشاير الخير والاسمرات وغيره، الاماكن المناطق الحضريه الجديده بتوصل لها هذه المنافذ. القرى والنجوع البعيده تماما عن الحضر بتنزل لها المنافذ علشان خاطر منع الاستغلال، منع الاحتكار، مع تشجيع التجار على ان هم يخفضوا علشان يقدروا يبيعوا السلع بتاعتهم زي ما المبادره بتقول، في خدمه للمواطنين، في احساس بالامن القومي الوطني، ان انا اساعد المواطن علشان المواطن يشعر بقدره الدوله على حمايته وضمان الغذاء بسعر مناسب ليه. ايضا هناك المنافذ المتنقله، ودي طبعا بتساعد كتير جدا وبتوصل
المواطن في أي مكان في جمهورية مصر العربية. أهمية هذه المنافذ أو منافذ أمان المتنقلة التي تجوب المحافظات. الحقيقة أن منظومة أمان منظومة عظيمة جدا، وبتقدم سلع غذائية سليمة وجيدة جدا للمواطنين. والحقيقة أن هي المنظومة وزارة الداخلية بتقودها بنفسها من خلال قياداتها وإداراتها، فبيودوا مثلا في قرى ونجوع وأماكن بعيدة تماما عن الحضر، بعيدة تماما عن المدن الكبيرة. المواطنين هناك بيكونوا يعني عرضة لجشع التجار في هذه الأماكن، فإحنا بنوفر لهم من خلال السيارات الأمان هذه الاحتياجات، وبننزلها لهم بالأسعار اللي بياخدها المواطن في الحضر دون رفع لسعرها ودون تقديم سلعة أقل من السلعة المتوفرة للمواطن في الحضر. نفس السلعة بنفس السعر وبتتوافر في كل الأماكن على مستوى الجمهورية. أهمية الإعلان بقى عنه، يعني احنا بنشوف الإعلان عنه بشكل مستمر عن طريق وسائل الإعلام والسوشيال ميديا طبعا، وأيضا داخل أو موقع وزارة الداخلية. تعليق حضرتك إيه عن أهمية الإعلان عن هذه القوافل؟ الأهمية إنها مهمة جدا طبعا. ليه؟ لأن حضرتك أنا مثلا قاعد في قرية، أنا ما أعرفش إن في عندي منفذ موجود جاي لي النهارده، لا إحنا بنعلن والله إحنا نازلين في قرى كذا وكذا وكذا، وهننزل السيارات وهيكون فيها السلع، ونحدد السلع اللي موجودة، نبلغهم الأسعار اللي موجودة. فبتلاقي الناس المواطنين مستنيين السيارات دي أول ما بتيجي، وبيبتدوا يحصلوا على احتياجاتهم من السيارات دي. فهو أنا إزاي أوصل؟ لازم أوصل للمواطن ان في سيارات جايه. طيب لو في مثلا مكان مثلا صعب فيه مثلا خدمه الانترنت او الكلام ده كله، من خلال اللي هو القرى او العمد القرى او من خلال نقط الشرطه هناك، من خلال المساجد بيعلنوا يقولوا يا جماعه في منافذ خاصه بوزاره الداخليه امان موجوده في المكان الفلاني فيها كل الاحتياجات، المواطن بيروح. يبقى انا قدرت ان انا اوصل له بكافه اشكال الاعلام، سواء كان اعلام عن طريق الاذاعه، عن طريق الانترنت، عن طريق منافذ الوزاره، عن طريق المشايخ والعمد في القرى، عن طريق نقط الشرطه، بحيث ان المهم ان انا اوصل للمواطن. لازم اوصل له، لازم اعرفه، وغالبا بتكون السيارات دي موجوده في ايام محدده، بيبقى المواطن منتظرها في هذه الايام وبيبتدي يشتري منها. لو اتكلمنا عن مبادرة كلنا واحد، كان لها دور هام جدا في ضبط الأسعار أو ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطن بجودة عالية وبسعر مخفض يصل إلى 40%. هو طبعا عشان تبقى عارف حضرتك المنافذ ديت اغلبها طبعا السلع بتيجي مفيش عليها ضرائب، مفيش عليها يعني رفع من ثمنها باي شكل، لا بتوصل بالسعر اللي هو المناسب للمواطن. فهذا بيكون فعلا في توفير للمواطن. لما حضرتك المواطن يوصل له السلعه هتكون باقل كثيرا من السلعه مسيلتها، وبرضه بقول على كلمه مسيلتها عشان ما يفتكروش ان السلعه دي اقل منها، لا مسيلتها واللي موجوده في مع المواطنين، فبتوصل له بسعر مخفض 20 30 40% حسب السلعه ما تكون موجوده، وحسب الاحتياجات الوزاره لها وتقديم الخدمه لهم. استمرارا لفعاليات المرحلة 28 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية. وفي إطار حرص وزارة الداخلية على مد فعاليات المبادرة، عقدت الوزارة لقاء موسعا مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية المشاركين في هذه المرحلة من المبادرة. تم خلاله الاتفاق على زيادة المعروض من مختلف أنواع السلع خاصة الاستراتيجية منها، وطرحها بتخفيضات كبيرة داخل المنافذ المشاركة بالمبادرة على مستوى الجمهورية، في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الدولية وما تفرضه من ضغوط على الأسواق والأسعار. تبعت رسالة طمأنينة للمواطن المصري إن المنتجات الزراعية تحديدا الخضار والفاكهة وكل المنتجات الأخرى من السلع الغذائية هي موجودة داخل جمهورية مصر العربية، وما عندناش أي مشكلة وما عندناش أي أزمة. أنجح المبادرات اللي اتعملت لأنها جاية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبتبقى أقل من السوق. المصنعين كلهم موجودين في يوم واحد النهارده بيدعموا
الشعب المصري وبيطمنوهم ان كل السلع متوفره بشكل كامل. الكميات اللي هتبقى مطلوبه في المبادره احنا هننفذها. في الاول والاخر احنا شركه مصريه 100% ودي بلدنا ولازم نحافظ عليها. انت بتشارك دلوقتي في مبادره كلنا واحد لان احنا اصلا كلنا واحد. وتستهدف المبادرة في مرحلتها 28 توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق وتلبية احتياجات الأسر المصرية. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان نصر. بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد، وفرت لنا كل حاجة في السوق المصري كله، الخضار والفاكهة بأسعار ممتازة جدا. مبادرة ممتازة طبعا والأسعار أقل من بره بكتير، واحنا متعودين نيجي ناخد منها وكل حاجة وبتفرق معانا فعلا في الأسعار جامد. الرئيس دايما بيبقى جنبنا في اللحظات اللي احنا بنبقى محتاجينها. المبادرة دي ما خلتش حاجة احنا محتاجينها لما لقيناها. وشهدت المبادرة مشاركة كبيرة من السلاسل والمحال التجارية، حيث بلغ عدد المنافذ المشاركة نحو 2642 منفذا على مستوى الجمهورية، تقدم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة من المواطنين. نشكر السيد الرئيس على كل مجهوداته اللي بيعملها معانا، والحمد لله رب العالمين جميع السلع متوفرة وبزيادة. أي حاجة فيها مبادرة كلنا واحد احنا طبعا بندور عليها وبنشوفها في أي مكان بالظبط، لأن دي طبعا فيها أسعار رخيصة وأسعار طبعا بتبقى في متناول الجميع. بنشكر سيادة الرئيس على هذه المبادرة واللي هو موفر لنا كل حاجة في كل الأماكن اللي موجود فيها مبادرة كلنا واحد. كما عززت الوزارة من انتشار المبادرة من خلال إقامة 160 شادرا رئيسيا وفرعيا بمختلف المحافظات، إلى جانب تسيير 107 قوافل متنقلة تجوب الشوارع والميادين، بهدف إتاحة السلع للمواطنين في أماكن تواجدهم وتيسير حصولهم على احتياجاتهم اليومية. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية عبر 1350 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. طبعا يعني تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية الاهتمام بالمناطق الحضرية الجديدة وقاطني المناطق الحضرية وضرورة الاهتمام بتوفير حياة كريمة لهم، أيضا الاهتمام بالشباب والنشء بالمناطق الحضرية. هنا بتقوم وزارة الداخلية باستمرارية تفعيل مبادرة كلنا واحد جيل جديد بعد نجاح طبعا الملتقيات السابقة. يعني مثلا التي ظهر فيها مثلا الشباب أكاديمية الشرطة، محافظة الإسماعيلية، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، العاصمة الجديدة، الأقصر، الفيوم. عايزين نتكلم على أهمية الاهتمام بالشباب والنشء بالمناطق الحضرية الجديدة. المناطق الحضرية الجديدة طبعا زي الأسمرات وبشار الخير وأهالينا ومعا، دي طبعا مناطق الدولة قدرت ان هي يعني تسحب المواطنين لها اللي هم كانوا في اماكن عشوائيه او اماكن زي الدويق او غيرها اللي كانوا معرضين للخطر. فطبعا الشباب في الاماكن ديت لما يروح الاماكن الجديده، الدوله ووزاره الداخليه وهيئات الدوله كلها قدرت ان هي تستوعبهم في الاماكن دي، قدرت ان هي تقدم لهم كافه الخدمات، يعني كل شيء موجود في الاماكن. اذا كان عايز مثلا زي احنا كنا بنتكلم منظومه امان سياراتها بالسلع بتاعتها، اذا كان عايز البريد، في بريد، في نقطه شرطه، في مسجد، في كنيسه، في كل شيء المواطن محتاجه علشان يقدر ان هو يعيش، حتى القوافل الامنيه كمان يعيش في الاماكن دي. هو كل ما هو محتاجه المواطن بيكون متوفر في الاماكن دي. طيب احنا عايزين بقى الشباب اللي هو الناشئ الجديد اللي هناك ده نبتدي نديله ثقافه حب المجتمع وحب الدوله والولاء والانتماء للدوله. فانا بعمل ايه بقى؟ انا باخد الشباب
وده بقى يعني الدوله عملته بشكل عظيم جدا، وانها بدات تسحب الشباب دوت يعني من سنه 2022 والملتقيات دي بدات مع وزاره الداخليه. كان الملتقى الاول طبعا في اكاديميه الشرطه، بدات تسحب الشباب دي توديها الاماكن اللي هي صعب ان هم يروحوها، او ان هو راحها وما استمتعش بيها لان هو ما قدرش ان هو يشوف الحاجه بشكل كويس. فانا ببعته واوديه الاماكن دي من خلال هيئه الشرطه، من خلال سيارات تابعه لجهاز الشرطه بضباط وضابطات وافراد بيروحوا معاهم الاماكن دي. طبعا احنا بدانا، كانت اول ملتقى في 2022 كان في اكاديميه الشرطه، قعدوا 3 ايام تعايشوا مع طلبه كليه الشرطه وشافوا الطلبه بيتعاملوا ازاي وتدريبهم وتاهيلهم والكلام ده. بعد كده بدانا ان احنا نوديهم، طيب احنا محتاجين ايه من الطالب ان هو يروح اماكن ثانيه. وديته الاسماعيليه، الاسكندريه، السويس، الفيوم، الاقصر، كلها اماكن يعني هو بيسعد ان هو يشوفها. وبعدين هو مش بيشوفها كاماكن فقط، ولكن هو بيستمتع بالمكان. يعني مثلا انا لما وديته مثلا مدينه زي الاسكندريه، انا وديته قلعه قايتباي شافها. انا لما وديته مثلا مدينه زي السويس شاف التلاحم اللي هناك وكيف استطاعت هذه المدينه الباسله انها تصمد امام العدوان، وهكذا. لازم اوديه واعرفه مدى اهميه الدوله ومدى اهميه الولاء والانتماء ليها. فالملتقى الحقيقه الاخير اللي هو الملتقى التاسع ده، احنا خدوهم المتحف الكبير. وطبعا حضرتك عارف المتحف الكبير ومدى اهميته للدوله، وان السيد رئيس الجمهوريه افتتحوا مع قاده الدول العالم كلهم، وكان مراسم افتتاح عاليه جدا، تاريخيه بصراحه، عاليه جدا. وقدرنا نوصل مدى اهميه هذا المتحف للعالم كله. وبالتالي احنا دلوقتي عندنا زيارات من السائحين من مختلف انحاء الدول جم عشان يتفرجوا على المتحف الكبير. فاحنا كان اهميه ان احنا نوديهم المتحف الكبير عشان يعرفوا اهميه اثار بلدهم، وان هم يحافظوا على هذا الوطن اللي احنا استلمناه من اللي قبلنا واللي بنسلمه له دلوقتي علشان يستمر معاهم الى طول العمر ان شاء الله. ايضا زياره الشباب لاكاديميه الشرطه طبعا يعني والتعايش باليوم الكامل هناك. قعدوا معاهم 3 ايام، كان 3 ايام و3 ايام فعلا. يعني الطلبه استشعروا مدى ما يقوم به طلبه كليه الشرطه من تدريب وتاهيل وتثقيف وتعليم وتوجيه عشان يوصلوا ان هم يبقوا رجال شرطه عظماء. استمراريه تفعيل مبادره جيل جديد ومساهمه وزاره الداخليه ببناء الانسان في المناطق الحضريه الجديده، وخاصه زي ما قلنا النشء والشباب، لان احنا بنقول هم خط الدفاع الاول والحمايه طبعا عن الوطن. لو قلنا مدى اهميه استمراريه تفعيل مبادره جيل جديد. اهميتها ان حضرتك زي ما قلت لحضرتك ان احنا لازم نوصل لكل الاجيال الجديده كل ما هو في الدوله، ونعرفهم ايه هي المقدسات اللي موجوده، ايه هي الاثار اللي موجوده، ايه هي المتاحف اللي موجوده. لازم نعرفهم على الدوله والحاجات العظيمه اللي الدوله عاملاها والمشاريع القوميه اللي الدوله بتعملها كل يوم، وان ده هيكون له مردود لسنوات وسنوات طويله يسعدوا بخير وامان هذه الدوله العظيمه. فلا مهم جدا ان انت توصل لهم هذه الرساله. مهم جدا المحاضرات التثقيفيه والتوعويه اللي بياخدوها علشان ان هم يعرفوا قيمه هذا العمل. لازم نديهم حب الانتماء والولاء لهذا الوطن، وان هو لا يفرط فيه، وان هو يعلم تماما مدى حرص الدوله على ان هي توصل لهم ذلك. وهنا بنتكلم عن المردود الامني من اهتمام الدوله بقاطني المناطق الحضريه الجديده. احنا طبعا مردود الامني هناك في المناطق مردود عظيم جدا. زي ما قلت لحضرتك ان هم كانوا عايشين في مناطق عشوائيه غير حضاريه، مياه رديئه، حياه ليست جيده. فاحنا نقلناهم نقله حضاريه جديده لهذه المناطق الحضاريه، وقدرنا ان احنا نوصل لهم كافه مستلزماته، كافه احتياجاته. قدرنا ان احنا نوفر له امن وامان. وخلي بال حضرتك ان احنا لما بنتكلم مع الطلبه نقول لهم الحق في مسكن ملائم، فالطالب بيقول لي يعني مسكن يعني اقول له ليس 4 جدران فقط، ولكن المسكن هو الحيازه الامنه، الحيازه المستقره، الحيازه اللي انت بتلاقي فيها كافه احتياجاتك. انت من هنا بتقدر ان انت تتعايش في هذا المكان. فالمردود الامني ليس مردود لامن الامن العادي فقط، ولكن الامن الغذائي، الامن الصحي، الامن البيئي، كل ما اشكال الامن القومي، علشان اوصل بالمواطن ان هو
يشعر بمدى احترام والتزام الدولة به وتقديرها ليه وحفاظها عليه، وهذا حق أساسي من حقوق الإنسان اللي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والدستور المصري أصر عليها. مصر التي صنعت المجد منذ فجر التاريخ ما زالت تواصل مسيرتها بإنجازات حديثة تليق بعراقتها وتبهر العالم. لذا حرصت مبادرة كلنا واحد جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية في ملتقاها التاسع على زيارة المتحف المصري الكبير بوصفه امتدادا لحضارة عريقة ما زالت تنبض بالحياة. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوعد، أجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترج القلب. وقد تم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في زيارة لهذا الصرح الثقافي الفريد في مشهد حضاري يعكس عمق التاريخ وروح الحاضر ويجسد رؤية الدولة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية. اللي موجود حوالينا ده مش بس مبنى شكله حلو، لكن هو مبنى بيعكس قوة دولة وإرادة حقيقية إن احنا نرسخ عندهم إن الدولة دي كانت ولا زالت وهتكون عظيمة. صعد الشباب الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير والذي يعد رحلة مبهرة عبر الزمن، حيث تصطف القطع الأثرية في مشهد فريد يروي عظمة الحضارة المصرية ويمنح الزائر تجربة بصرية ومعرفية لا تنسى. لما تشوف أبطال حرفين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر يردوا الدين. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر وزارة الداخلية جدا علشان ودونا المتحف المصري. دي فرصة مهمة بالنسبة لنا لأن احنا بنعزز انتمائنا للوطن أكتر وكمان بنتعرف على الحضارة بتاعتنا. تجول الشباب داخل أروقة المتحف المصري الكبير منصتين لشرح عن كنوزه الفريدة، بينما تأثرهم القطع الأثرية المعروضة بأسلوب متحفي حديث يمزج بين عبق التاريخ وروح العصر ليجذب آلاف الزائرين يوميا من مختلف دول العالم. Very good idea for kids to grow safe, to be educated, to become a good people, and I really like it. I think I bring that idea to my country. Very nice. أنا فخور جدا إن أنا جيت النهارده المتحف المصري الكبير وفخور إن أنا شفت الحضارة بتاعتنا المصرية دي. وده خلانا نعرف إن إحنا ممكن نعمل المستحيل ونقدر نعمل أي حاجة إحنا عايزينها. Bonjour, je pense qu'il est très important d'apprendre la culture aux enfants et de transmettre ces traditions de génération en génération. Nous on se déplace de France pour voir ces choses-là. لما تشوف أبطال حرفين يحموا يبنوا اليوم المتحف المصري الكبير بيمثل نقلة نوعية في متاحف القرن ال21 كله بره مصر وجوه مصر. كنت أعرف معلومات بسيطة عن الحضارة، بس لما جيت المتحف عرفت معلومات أكتر. زيارة المتاحف من الصغر ده شيء مهم جدا، فبتولد جيل جديد فاهم واعي عنده ثقافة وحضارة وانتماء لبلده.
زيارة مراكب خوفو تجربة فريدة تأخذ الزائر في رحلة مدهشة إلى قلب الحضارة المصرية القديمة، حيث تتجلى عبقرية المصري القديم ودقته في صناعة واحدة من أعظم الشواهد الأثرية في التاريخ. أجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. مبادرة جيل جديد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوعية هذا الشباب بالحضارة المصرية القديمة اللي هي واحدة من أهم مصادر الجذب السياحي لمصر. فرحانة ومبسوطة جدا، وأعتقد إن الملتقى التاسع ده يبقى من أحلى وأجمل الملتقى اللي أنا شفته بجد. متحف مصر الكبير ده تحفة جدا وعجبني. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنا هرجع لسؤالي، على أي أساس بيتم اختيار الأماكن اللي بيتم زيارتها للشباب والناشئ المناطق الحضارية من مبادرة كلنا واحد وجيل جديد؟ طبعا هو احنا يعني بالتنسيق اللي بيحصل بين وزارة الداخلية وبين كافة محافظات الدولة وبين المؤسسات في الدولة، بنحاول ان احنا نشوف يعني مثلا انا هزورهم اعملهم زيارة المكان، فانا بحدد ايه المستهدف من هذه الزيارة. زي ما قلت لحضرتك ان انا استهدفت اسكندريه، يبقى انا هوديهم قلعه قايتباي، هوديهم المنتزه، هوديهم قصر المنتزه، هوديهم الاماكن اللي هي ممكن هم يشوفوا فيها الحضاره المصريه، المسرح الروماني وغيره. يبقى انا بحدد لهم اماكن، هذه الاماكن يقدر ان هو يستمتع بيها ويشوف مدى ما تقوم به الدوله ليه. وبالتالي فانا كل ما بوديهم مكان، انا بوديهم مكان انا يعني عايز ليه مستهدف معين انا عايزه فيه. لما وديتهم الأقصر زاروا المتاحف في الأقصر، زاروا المعابد وهكذا. ده كلها مستهدف احنا بنسعى ليه علشان نحافظ على الطلبة ونساعدهم على ان هم يكون في توجه الى حماية الدولة والحفاظ عليها وحفاظ على مقدساتها. وده اللي بيخلينا نتكلم عن أهمية زيارة الشباب للمتحف المصري الكبير من خلال برنامج الزيارة طبعا أو الملتقى التاسع من مبادرة كلنا واحد وجيل جديد. أهمية ذلك في التعرف على الحضارة العظيمة وثقافة بلدي، مدى أهمية ذلك في تكوين شخصية الشباب؟ طبعا أنا عايز أقول إن إحنا هم لما راحوا المتحف عملوا إيه؟ زاروا الآثار المصرية، شافوا عظمة التاريخ المصري القديم، شرح من متخصصين على الآثار، كل أثر ده إيه وقدمه ايه، وان احنا كان ايه اللي عملوا هذا الفرعون او هذه التاريخ. احنا بنديهم الكلام ده حتى ان هم تقابلوا مع الكثير مع الاجانب هناك واخذوا صور تذكاريه معاهم، وزاروا مراكب خوفو، وزاروا بعد كده الاهرامات وابو الهول، وزاروا المشاريع الخدميه اللي الدوله تعملها لتنشيط السياحه. كل ده انا بديله يعني مدى حفاظ الدوله على امنها واستقرارها وعلى خدمتها لشعبها. وبالتالي انا لما اوديه الاماكن دي واعرفه عليها هيشعر بالحفاظ عليها واهميتها، ويقدر ان هو يعرف مدى حب الدوله ليه ومدى التزام الدوله بمراعاه النشء وشبابنا شباب المستقبل من جيل جديد احنا بنسعد بيه ونتمنى له الخير ان شاء الله. طبعا على هامش زياره الشباب للاثار المصريه القديمه والمتحف المصري الكبير، كان في عقد ندوات او محاضرات ايضا تثقيفيه بتتحدث عن الاثار المصريه القديمه، مدى اهميه ذلك ايضا بالنسبه لشبابنا الواعد؟ الحقيقه ان الاكاديميه الوطنيه للتدريب من خلال خبرائها واساتذتها حريصين على كل ملتقى وزاره الداخليه تعمله ان هم يشاركوا وان هم يدوا محاضرات توعويه تثقيفيه توجيهيه للطلاب اللي هم جيل واحد، وتقديم هدايا وتقديم حاجات تذكاريه ليهم. المحاضرات دي تبقى محاضرات تثقيفيه. انت عارف حضرتك طبعا ان الشباب اللي هناك لازم يعرف بلده، لازم يعرف حضارته، لازم يعرف مدى حرص الدولة عليه، لازم يعرف الحاجات التاريخية اللي موجودة اللي هو بيحضرها ويشوفها وأهميتها إيه. لأن طبعا يعني معلش يعني لا هو ما شافش الآثار فما يعرفش ايه اهميه الاثار دي، ما يعرفش قد ايه ان هي دول عندها اثر واحد وبيحافظوا عليه وبيحرصوا عليه ازاي، واحنا عندنا مئات المئات
الملايين من الآثار لازم نحافظ عليها ولازم نراعيها، علشان دي مش حقنا احنا وحدنا، ده حق الأجيال القادمة وحق العالم كله ان هو يطلع على الآثار المصرية. فاحنا كملتقى عملنا محاضرات توعوية تثقيفية توجيهية ليهم عشان نوصل لهم الكلام ده. والأكاديمية الوطنية للتدريب مشكورة ساعدت وزارة الداخلية في ان هي تقوم تقدم محاضرات بهذا الشكل. وبرضه وزاره الداخليه الحقيقه ان هي بعد الكلام ده ودتهم على عين الحياه دي، طبعا عين الحياه دي موجوده في الفسطاط، شافوا الكثير من الفنانين والمبدعين وارتقوا بيهم، وكان في يعني ارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي لاولاد جيلنا، جيل جديد. مبادرة جيل جديد كان لها تأثير كبير جدا في عمل نقل نوعية في فكر هذا أو هؤلاء الشباب. كيف حدث ذلك؟ من خلال المحاضرات التثقيفية التوجيهية التوعوية اللي بياخدوها. أنا طبعا احنا من ضمن برضو المحاضرات اللي بياخدوها هي محاضرة مكافحة المخدرات كتوعية طبعا والمخدرات التخليقية، وإن هو ما ينسقش لواحد يقول له جرب مرة دي مرة جرب، لا ما جربش، لأن أنا لو جربت معنى كده إن أنا بنهي حياتي وبنهي عمري في ان انا اخش على هذه المواد المخدره التخليقيه او غيرها، وبعد كده مش هقدر اسيطر على نفسي وهتتغلب علي هذه المخدرات. ده محاضرات مهمه جدا توعويه. وبرضه المحاضرات التوعويه الخاصه بالامن القومي والولاء والانتماء الوطن ومنع الشائعات والاخبار الكاذبه وغيره، اللي محتاج ان احنا نثقف المواطنين وجيل جديد بيها. في تجربة فريدة حرصت وزارة الداخلية على أن يعيشها شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية. عاش الشباب تجربة التنقل باستخدام المونوريل في مشهد يعكس حجم التطور الذي تشهده مصر في مشروعات البنية التحتية ووسائل المواصلات الحديثة التي تسهم في تسهيل حركة المواطنين. احنا كنا متحمسين جدا علشان نركبه. احنا الاول كنا بنشوفه في التلفزيون، لكن احنا دلوقتي بنركبه بالفعل، وفعلا هي تجربه حلوه قوي. مبسوط جدا ان احنا ركبنا المونوريل، وده مشروع جميل جدا. ولما دخلنا المحطه شفنا التكنولوجيا اللي مصر وصلت لها، ودي حاجه جديده اول مره نجربها، وبشكر الرئيس انه فتحنا فرصه دائريه في المبادره. تلك التجربه الاستثنائيه التي حملت لهؤلاء الشباب ملامح الجمهوريه الجديده وما تشهده من انجازات ضخمه حملتهم إلى محطة من أهم محطات الإنجازات وعنوان التطوير، وهي العاصمة الجديدة، في جولة بين معالمها ومنشآتها الذكية. شفنا ملامح غير امبارح، شفنا حاجات خلتنا نقول جيل جديد، نفسي اما اكبر ابقى معاهم وابني بلدنا واكون مسؤول. شفت المونوريل قد ايه هو جميل وقد ايه هو متطور، ودي حاجه عرفتني ان المصريين يقدروا يعملوا حاجات اكتر بكتير من دي. بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيخلي بلدنا عظيمه وان هو قدم لنا فرصه زي دي. حسيت ان مصر بتكبر حوالينا وهتكون ان شاء الله اقوى بينا، وبجد بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على العاديه الجميله دي انه خلانا في يوم زي ده ان احنا نيجي نزور المونوريل ونركبه. مدينة الفنون والثقافة أحد أهم وجهات هؤلاء الشباب، تعرفوا خلالها على المنشآت الفنية والثقافية التي تضمها، من بينها دار الأوبرا الحديثة، حيث تعبر المدينة عن رؤية الدولة في بناء مجتمع يهتم بالثقافة والفن. احنا خروجة عيد
مع المبادرة شفنا حاجات كتير جدا عرفتنا بلدنا أكتر، وانبسطت جدا العيد ده. فرحانة قوي إن أنا في مبادرة جيل جديد وبتعلم حاجات كتير عن بلدنا، وأول ما بروح بحكي لأصحابي وأصحابي بيكون نفسهم يجوا. استمتعنا جدا النهارده، وأحب أقول للرئيس كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، وده كان أحلى عيد بالنسبة لنا. أوجه شكر خاص للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الكبير اللي خلى مصر تتطور، حسسنا إن هي مصر ما تبقاش أقل من أي بلد متطورة. انطلق الشباب داخل العاصمة الإدارية يشاهدون حجم التشييد والبناء وملامحها ومعالمها. رحت وقلت لكل أصحابي والأهلي ولكل الناس إزاي مصر عظيمة دي فعلا، واللي حصل فيها ده إنجاز. وصولا إلى النهر الأخضر الذي يعد أحد أبرز المشروعات الترفيهية داخل العاصمة، ويمتد على مساحة واسعة ويمثل متنفسا طبيعيا لأهالي العاصمة، حيث حدائق مفتوحة ومسطحات مائية وممرات للمشاة والدراجات الهوائية ومناطق ترفيهية. شكرا 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 للي ما سابناش لحظة، هم العيلة وهم سندنا. شكرا للقائد والملهم اللي هيبقى فخور بوجودنا. ده أحلى عيد الصراحة، اتبسطت فيه قوي، أحلى عيد في حياتي. مبسوط جدا جدا عشان النهارده استمتعنا بالنهر الأخضر والمونوريل. المبادرة خلتنا نيجي النهر الأخضر وشفت مساحات واسعة كتيرة خضراء وقد ايه جميلة ومنظر خلاب، وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية على المبادرة الجميلة دي. وأقيمت احتفالية كبيرة لشباب مبادرة جيل جديد داخل النهر الأخضر بحضور عدد من الفنانين وسط الطبيعة الخلابة والمساحات المفتوحة التي يتميز بها في تجربة جمعت بين الترفيه والتثقيف. زي ما كنت وما كنتش عايش، مصر قالت لي إن أنا إنسان. شفت بعيني إزاي بنغير شكل بلدنا لأحلى مكان. مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا بنفهم جيل جديد وبنعرفهم يعني ايه مصر، يعني ايه اللي بيحصل في البلد، يعني ايه التطور الجديد اللي الناس لازم تشوفه. شايفة انها احتفالية مهمة جدا واحتفالية جميلة وبتأثر في نفسية الأطفال بشكل إيجابي جدا. فكرة حلوة جدا ان التغيير ما يكونش في المكان بس، انه يبقى في التفكير وفي العقلية، انه يعرف بلده بتتطور ازاي. لما جم في العاصمة الإدارية وشافوا الأوبرا وركبوا المونوريل كان كلامهم معايا ان هم قد ايه مبسوطين. مبسوط ان في شباب صغيرين واطفال في السن ده بيعرفوا تاريخ بلدهم ومستقبل وحاضر بلدهم، فدي حاجه عظيمه جدا. انا سعيد اني كنت موجود النهارده واتمنى انها تتكرر كتير. انا فرحانه جدا النهارده بمناسبه عيد الاضحى. احنا جينا كنا مبسوطين جدا النهارده، ولعبنا مع الضباط وشفنا ممثلين وصورنا معاهم وكنا فرحانين جدا. اليوم كان جميل جدا وانبسطنا قوي. بقول للشعب المصري كله كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير. وقد ساعدت هذه الأجواء الجميلة الشباب في الاستمتاع وممارسة هواياتهم، وهو ما ظهر واضحا في إبداع هؤلاء الشباب في رسم الصور لمصر. إحنا صورة مصر ولازم صورة مصر هتطلع حلوة. ماما انتصار، انا كنت سعيده جدا ان انا برسم حضرتك النهارده، وبجد شكرا جدا لحضرتك على اهتمامك بالاطفال وكل اللي بتعمليه معانا واهتمامك بينا في مبادرة جيل الجديد اللي خلت لاحلامنا مكان وخلتنا نحس ان بلدنا بتهتم بينا. تستمر مبادرة جيل جديد في توعية شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بالإنجازات على أرض الوطن، بما يسهم في بناء جيل أكثر إدراكا لما تشهده الدولة من تنمية شاملة في مختلف القطاعات. إحنا الجيل اللي شاف بلده طالعة بكل عزيمة وقوة. إحنا صورة مصر ولازم صورة مصر هتطلع حلوة. فكرة كانت فكرة وبقت حقيقة، كانت حلم وبقى في الإيد. بكرة أيوة بكرة جيل طالع أحلامه بريئة، شايف مصر بشكل جديد. اللي طبعا دور الانساني والمجتمع اللي بتقوم به وزاره الداخليه الى الجانب البعد الامني وتفعيل مبادره كلنا واحد والاهتمام بكافه اطياف المجتمع، وايضا توفير حياه كريمه لهم ودعم الفئات الاولى بالرعايه.
ومشاركتهم ايضا الاحتفالات الخاصه بهم. لو اتكلمنا عن اهميه مشاركه وزاره الداخليه للاطفال الايتام الاحتفال بيوم اليتيم. طبعا هو اليوم اليتيم ده يوم مصري خالص. كان بدايه الاحتفال بيه في 2003 من خلال كانت الأورمان، جمعيه الأورمان نادت بيه، والدولة يعني تبنته، وتبناه دلوقتي الكثير من الدول ان احنا نحتفل باليوم اليتيم في الجمعة الأولى من شهر ابريل. طبعا الاهتمام بيه ان انا لازم انا اوصل لليتيم ده ان الدولة والمؤسسات كلها تقف معاه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الضحى قال واما اليتيم فلا تقهر، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال أنا وكافي اليتيم كهاتين وأشار بيديه السبابة والوسطى. فيعني اليتيم ده احنا لما بنحافظ عليه احنا بنحافظ على إنسان بعد كده هيبقى خير للمجتمع، وبالتالي فأنا لازم أنا أنهض بيه وأساعده وادعمه علشان خاطر أوصل بيه إن هو يكون مواطن صالح. بأهله لهذا العمل، بدخل عليه البهجه والسرور، بستشعر المواطنين كلهم باهميه اليتيم، وان انت يعني يكفي انك تملس على راسه، ده فيها خير كثير ليك هيعود عليك من الله سبحانه وتعالى. فانا بديله بقول له والله ادعم اليتيم ده. احنا ووزاره الداخليه الحقيقه ان هي في الايام دي يوم اليتيم ده بتعمل احتفالات للايتام في بعض دور الايتام، وبتنزل لهم بهدايا وحقائب، وبتنزل لهم ب ده بقى البرنامج الخاص بالزيارات. يعني هي في زيارات بتكون للدور نفسها، وفي زياره من الدور لوزاره الداخليه. هم بيعملوا النوعين من الزيارات، تبادل الزيارات. وطبعا بيكون في يوم ترفيهي وتوزيع هدايا، وده بيبقى له مردود طبعا على الطفل اليتيم. يعني هو حضرتك احنا يعني بنجيبهم بقى عندنا يقعدوا في الاماكن الشرطيه، يستمتعوا بالمكان، اذا كان في ملاهي، اذا كان في حفلات، اذا كان في بنجيب فنانين وفنانات واصحاب راي وفكر يقعدوا معاهم، يبتدوا يتكلموا معاهم، يتناقشوا معاهم، يدوهم هدايا، يعني يبتدوا ان هم يلعبوا معاهم بعض الالعاب الصغيره والبسيطه، نوع من انواع التشجيع والمساعده والحب لهذول الاطفال. فده طبعا بيبقى يوم عظيم جدا، وزاره الداخليه الحقيقه بتحتفل بيه مع الطلاب مع الاطفال. طبعا يعني شمل الزياره او برنامج الزياره طبعا الاحتفال بتنظيم زيارات للاطفال لبعض المقرات الشرطيه، يعني على سبيل المثال الإدارة العامة للمرور للتعرف على طبيعة عمل رجل المرور، وغرس القيم أيضا المرورية والانضباطية في النشء الجديد ده زي ما بنقول عليه، وتعليمهم القواعد الخاصة بالمرور. تعليق حضرتك إيه ونتكلم هنا عن أهمية المدرسة المرورية للأطفال؟ طبعا احنا المفروض ان المدرسة المرورية ديت بيروح لها من هم يريدوا ان هو يتعلموا قيادة السيارات، فبيروحوا المدرسة دي عشان يتعلموا القيادة. فأنا لما أجيب الأطفال في المدرسة المرورية أنا بعرفهم قواعد المرور، بعرفهم إيه هي إشارات المرور، إيه الالتزامات، ولازم تلتزم إزاي، ولازم تعرف الإشارة دي معناها إيه والإشارة دي معناها إيه، وإمتى تقف وإمتى تتحرك وإمتى ما تتخطاش الغير، وكل الكلام ده بنعلمه لهم من خلال إن إحنا بندخلهم على سيارات صغيرة موجودة هناك، وبنبتدي نركبهم السيارات دي ونركب زمايلهم ونقول لهم طب اطلعوا، ويبتدي رجل المرور يبتدي يقول لهم لا كده غلط، لازم تعمل كذا، لازم تلف ازاي، لازم تدور ازاي، لازم تتحرك العربيه بالشكل الفلاني، لازم ما تاخدش يمين الا لما تدي اشاره، ما تاخدش شمال غير لما تدي اشاره، وهكذا. انا بديهم توجيه وتعليم بخصوص قواعد المرور من خلال المدرسه المروريه، قدرت منها ان انا اوعيهم على المرور. طبعا الكلام ده كله احنا بنعمله يعني لطلبه المدارس لما يكون في مثلا زيارات بتجيلنا من كافه المدارس لوزاره الداخليه او بيطلبوا ان هم يعملوه، فاحنا بنعمل لهم الكلام ده. وطبعا في يوم اليتيم احنا بنعمله للاطفال الايتام اللي بيشرفونا واللي بيتواجدوا مع ابنائنا من افراد الشرطه في المدارس المروريه وفي ادارات المرور. طبعا وبالتالي النشء بيبقى طالع زي ما نقول ان هو متربي على اصول القياده، الاخلاق، عدم المخالفات، وبالتالي بيبقى له مردود سلوكي على الشارع، مردود ايجابي. طيب ايضا من ضمن برنامج الزيارات زياره للاداره العامه للحمايه المدنيه والتعرف على دورها في حمايه الارواح والممتلكات. لا طبعا الحمايه المدنيه ديت اداره عظيمه جدا
واحنا الحقيقه يعني شفنا كيف تقوم باعمالها، سواء من خلال الاطفاء او الاخلاء لو في مشكله بيخلوا المواطنين ازاي، من خلال ان هم بيخشوا على الاماكن اللي فيها لو في حصل لا قدر الله زلازل او حاجه زي كده، بيقدر ان هو ازاي يساعد الناس. لو في انهيار لعقار ازاي ينزل المواطنين من العقار ده، ازاي يطلع. فاحنا بنشوف ان الحمايه المدنيه لها دور كثير جدا، والانقاذ النهري واحدى ادارات الحمايه المدنيه اللي ينقذوا وينتشلوا الجثث من الانهار او البحار لا قدر الله لو حد توفى. اعمال عظيمه جدا بتقوم بيها الاداره العامه للحمايه المدنيه. فاحنا بنودي الاطفال عشان يعرفوا كيفيه استعمال حنفيه الحريق، كيفيه اطفاء المكان، ايه اللي استعمل، لو انا في زيت هطفيه بايه، لو انا في حريق عادي هطفيه بايه، وهكذا. يبتدي يتعلم قواعد الاطفاء للحرائق. كل ده احنا بنعلمه له علشان هو لو لا قدر الله حصل له اي مشكله وهو في مكانه يعرف يقول لهم لا ما نستناش، ما نعملش كذا، نعمل كذا. يبقى عنده فكره حول كيفيه اداره الموقف. ثم بعد ذلك نقول له والله يعني وانت بتعمل كده اتصل باداره الحمايه المدنيه، هيجي لك بسرعه سيارات الاطفاء ويساعدوك، او سيارات الاخلاء ويساعدوك، وهكذا. أهمية هذه الزيارات في بناء الثقة بين الأطفال ورجال الشرطة. لا شك طبعا ان هم رجال الشرطه هم مواطنين مصريين، رجال الشرطه هم امن وامان الوطن. وجود هؤلاء الاطفال مع رجال الشرطه ده بيدي حفاظ وحمايه للمجتمع، علشان الاطفال دول يعرفوا ما تقوم به الدوله من خدمات في اجهزتها المختلفه واجهزه وزاره الداخليه المختلفه. نقدر بكده ان احنا نساعدهم ونشجعهم على حمايه الدوله، وان هم يكون مساعد لنا وليس مساعد ضدنا، لان هو لو ما فهمش الكلام ده مش هيعرف ايه اهميه ويستشعر ايه اهميه المجتمع والحفاظ عليه. طبعا في نهايه اللقاء اتوجه بالشكر للساده اللواء الدكتور خالد مصطفى ادريس مساعد مدير امن كفر الشيخ سابقا، وايضا عضو هيئه التدريس باكاديميه الشرطه والجامعات المصريه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. شفنا ملامح غير امبارح، شفنا حاجات